عندما رأيتهم ويدي متسخة وأنا أنفض الغبار العالق بثيابي، ورأيت كيف هم في غاية السعادة، صفنت لدقائق وقلت لنفسي: لماذا أنا؟ كان يوم جمعة عطلة الجميع إلا أنا طبعا، فمن العادة أكون في بيت القرية الصباح الباكر لكي أقضي عطلتي هذا اليوم، لكن كالعادة العمل يلاحقني أينما. صباح الخير يا جدي، أراك هنا اليوم. نعم يا بني، فأنني أريد مساعدتك، وبالطبع أنا كالعادة لن أرفض لأي شخص، فكيف جدي الكبير؟ ذهبت معها إلى منزله وكان العمل متعبا حقا، فأنني على سقف الغرفة وأعمل باستمرار لكي أنهي العمل في وقت سريع وأعود إلى المنزل لأتناول طعام أمي الشهي. بعد مرور 6 ساعات من العمل عدت إلى المنزل بكل شوق لأتناول طعامي وأستريح قليلا، وأنا داخل إلى المنزل لأغتسل من الغبار، وإذ يأتي بصوت عالي من محاذاة منزلي، وأنه جاري. يا جار، أهلا أهلا يا جار، هل تستطيع مساعدتي لأنني لوحدي وسوف أنقل الرخام لداخل المنزل؟ بالطبع يا عمي، سآتي على الفور. لن أكذب بأن راحة طعام أمي كانت داخل رأسي، ولقد فعلت لي كل طعامي المفضل، لكن مساعدة دائما بالمقدمة. وبالنسبة لي ولن أفكر حتى. ذهبت إليه وأنا أنقل له من فوق السطح المبنى، وبجنب شرفته تطل عليه بعض الشبان في نفس عمري. نظرت عليهم مع أنني دائما ألتقى بشباب عمر، وبأن يقضوا معظم أوقاتهم بالمقاهي واجتماع الرفقة، لكن أنا دائما كنت أقضي أوقاتي داخل أعمالي ولا أفكر كما يفكرون بأنفسهم. لكن لا أعلم لماذا ذلك اليوم وفي ذلك اللحظة صفنت بهم لدقائق وأراهم كيف يقضون عطلتهم وأنا كيف أقضي عطلتي. لربما كان عمل هذا الرجل ليس فقط بمساعدة، وإنما لأرجع لنفسي قليلا وأفكر بنفسي أيضا، وما الفرق بيني وبينهم. لابد بأن أعمل وأساعد، لكن ليس دوما سأكون متواجد مثل كل مرة، وسأقدم لنفسي وقتا بعد كل تعب. إنها حياتي أنا، ليس أحد سيقدم لي الصحة والراحة البال أكثر من أنا أقدم لنفسي. فكر بنفسك مهما كلفك الأمر، فأنت وصحتك ولحظات عمرك لن تتكرر مرة أخرى. كن لنفسك أيضا.